عمر الوسط ما كان هو سبب فشلك أو نجاحك. هي مغالطة كبيرة. كثير من الناس كيعتقدوا بأنه سبب الفشل ديالهم أو النجاح ديالهم راجع للبيئة اللي نشأوا فيها. لا، هذا الأمر خاطئ، بل هي فقط كتكون شماعة كيعلق عليها الفشل ديالو. وهنا كنستحضر قصة لشابين أو أخوين نشأ في نفس البيئة في نفس الوسط. للأسف الشديد بيئة عامرة كلها بالعنف وبالفقر، لأن الأب كان يتعاطى الكحول وبالتالي يعنفهم ويعنف الأم ديالهم. وبعد مرور سنوات تم سؤال الأخوين. الأخ الأول سألوه: شنو السبب اللي أدى بك أنك تكون مجرم وتتعاطى المخدرات وغادي في الطريق اللي كلها ظلام؟ فكان جوابه كما العادة: الوسط والبيئة اللي أنا كبرت فيها هي اللي أدت بيا أنني نكون فيما أنا عليه الآن. يعني رمى الفشل ديالو على البيئة اللي كبر فيها. وسألوا الأخ الثاني: شنو السبب اللي أدى بك أنك تكون دكتور تبارك الله ما شاء الله بكل هذا العلم اللي عندك؟ فقال بأن الوسط اللي أنا كبرت فيه أدى بيا أنني خصني نطابر ونقرأ باش نوصل فيما أنا عليه الآن. باش نستنتجوا في الاخر بان ماشي الوسط اللي خلى داك الاخ يصبح فاشل ويصبح مجرم وداك الاخ الاخر يكون ناجح دكتور، بل كل واحد في الداخل ديالهم اختار الطريق اللي كتلائمه. الاخ الاول اختار طريق اللي عامره كلها ظلام، طريق سهله واللي هي طريق الاجرام، ولكن النهايه ديالها للاسف الشديد هي معروفه. والطريق الاخر اختار الطريق الصعبه، طريق اللي ملوءه بالنور، اللي اكيد كتكون النهايه ديالها ديما جميله. فبالتالي تعلم بأن الوسط ماشي هو سبب فشلك وماشي هو سبب نجاحك مهما البيئة اللي تكون عشتي فيها. شوف انت كيفاش كتشوف راسك في المستقبل. عمرك ما تخلي والديك او علاقة بين والديك او الوسط اللي كنتي عايش فيه سواء كان فقير او يكون هو السبب او يكون هو الشماعة اللي كتعلق عليها فشلك. واجه نفسك وفهم بأن سبب فشلك او سبب نجاحك هو انت.